واش نجاح الشركه تحقق التوازن بين الحياه الشخصيه والمهنيه عند القوي؟ هاد لا كيستيون مهمه بزاف، حيت حاليا واحد البوز اولا واحد لا مود ديال كرياسيون سوسيتي تولي بيزنس مان. لا مود حاليا هي كما كنشوفوا لي فيديو طوندونس ديال علاش كتخدم 9 الصباح ل 5 العشيه وانت تقدر تربح 5 المليون 10 المليون في 10 دقائق. يو هاف تو ريت يور بيزنس كويت يور جوب. انا بغيت نقدم واحد نصيحه متواضعه جدا. الوظيفه كتعطيك واحد لا ستابيليتي، توازن نفسي وعملي، كتكون حياتك متوازنه بين العمل وبين الحياه الشخصيه ديالك. يعني ملي كتخرج في 5 العشيه ولا 4 ونص يفوا كتخرج من البيرو صافي راه كتنسى الخدمه، كتولي عايش في الحياه الشخصيه العائليه الاصدقاء وديك الشيء. دونك يعني عندك توازن بين الحياه الشخصيه والحياه المهنيه. ولكن ملي كتكون شيف دونتربريز صراحه امور مختلفه تماما، لان كتكون عندك مسؤوليه كبيره، يكون عندك عمال عائلات كيصرفوا على وليداتهم، خليها عندك كتكون انت باترون مسؤول عليهم على الصالير ديالهم. عندك دي فورنيسور اللي تما كيتسناوك، ربما كيتيقوا فيك يعطيوك 30 جور باش تخلص او 60 جور باش تخلص، وخصك تكون اهل الثقه باش تخلص في الوقت. دونك باغ كونسيكون كتولي انت خصك تتعامل مع كليون ديالك بواحد اللباقه، بواحد التعامل لين، وكتكون او ميم طون كتقلب على فرص جديده للاستثمار، فرص تطوير العمل ديالك. دونك تقدر تورك شويه على الحياه العائليه وديال الاصدقاء، وتبقى تناض الليل وانت كتقلب على دو نوفو مارشي وشي حوايج اللي تقدر يمشي في خدا في لا سوسيتي. دونك لا بلوبار ديال لي زونترونور كيهملوا العائلات ديالهم، ربما على حساب شحال عندك ليكسبيريونس، على حساب شنو هذيك البيزنس ديالك، شنو لاكتيفيتي برينسيبال ديالها، على حساب كاين عده اعتبارات.